هو ليه الفنان زكي رستم ما اتجوزش ابدا طول حياته؟ الفنان زكي رستم غني وابن زوات زي ما قال الكتاب. يعني اتولد في قصر كبير لجده محمود باشا رستم، واحد من كبار رجال الجيش، يعني مبسوط وغني. ابوه بقى محرم بيه كان من كبار رجال الحزب الوطني وصديق شخصي للزعيم مصطفى كامل، وكمان المطرب عبده الحمولي. فالولد طلع زي جده مبسوط وكمان رياضي، وحصل على المركز الثاني في بطولة مصر في رفع الأثقال، وورث عن أبوه حب الفن. لو تعرفوا بقى الفنان سليمان نجيب، فسليمان وأخوه حسني أبوهم مات، واللي أشرف على تربيتهم والد زكي رستم، فبقوا كلهم أصحاب. وبقى زكي رستم بيشوف إن سليمان نجيب هو قدوته والشخص اللي نفسه يبقى زيه، وفرق السن بينهم كان حوالي 6 سنين. سليمان وزكي ندهتهم ندهة الفن. سليمان بعدوه عن الفن واشتغل قنصل مصر في تركيا، بس رجع، لكن زكي ما قدرش يبعد أصلا عن الفن. أمه قالت له لو اشتغلت في الفن ما تجيش بيتي، أنا عندي بنات عايزة أجوزهم ومش هيتجوزوا، وأخوهم بيرجع كل يوم الساعة 12 بالليل، يا تسيب الفن وتدرس الحقوق لا تطلع بره بيتي. وفعلا الفنان زكي رستم ساب البيت وعاش في عمارة يعقوبيان طول عمره. بعدها أمه تعبت واتصابت بالشلل. رشحوا المخرج محمد كريم لدور في فيلم زينب ونجح جدا، واستمرت مسيرة اتكللت بأدوار محتاجة كتاب عشان أشرح تفاصيلها. أنا متأكدة إن زكي رستم لو كان بره مصر لكان خد الأوسكار. الفنان زكي رستم حب مرة واحدة بس وقرر إنه يتجوز، وفعلا راح للبنت وكلم أهلها اللي كانوا رافضين جوازهم، فالبنت انتحرت. ولما وصل لبيت البنت لقاها جثة هامدة، وده أثر عليه جدا وفضل وافي لذكراها. لكن زكي رستم حسب ما قال هو بنفسه في حوار لمجلة الكواكب بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1957، قال إنه حب مرتين. الأولى كانت من ست فاتنة الجمال وبدلها الحب بالحب، وهي كمان حبته جدا، بس كان بيغير عليها جدا، وهي كانت من النوع اللي بتستمتع بمديح الناس فيها، فده كان بيثير غيرته، فانفصلوا وفضل 3 سنين يتعافى من حبها. أما التانية بقى فكانت حب كبير، لكن فشل الجواز بسبب الفوارق الاجتماعية ما بينهم، وقال إنه ندمان جدا إنه ما اتجوزهاش. لكن المذيعة ليلى رستم كانت بتقول إن عمي زكي شخصية صعبة جدا، طبعه حاد، عايز الحياة تمشي زي السيف، وكان صعب يلاقي واحدة تتماشى مع شخصيته، فده كان سبب عزوفه عن الجواز. الفنان زكي رستم من مدرسة الاندماج في التمثيل، بمجرد ما يدخل الشخصية بينسى هو مين وما بيفتكرش غير الشخصية. مرة في مشهد ما بينه وما بين فاتن حمامة المفروض يضربها قلم، وعمك زكي رستم اندمج وضربها قلم نطرها مترين لقدام، وانهارت فاتن حمامة، والمخرج والمصور يصلحوها، وزكي رستم على لسانه جملة واحدة: مش كفاية لعب عيال بقى، عايزين ناخد القلم من الزاوية التانية. مرة تانية كان بيمثل مع صباح في الاستوديو في فيلم هذا ما جنى أبي، وكان مشهد في المحكمة، المفروض صباح متهمة بجريمة قتل وزكي رستم المحامي اللي بيترافع عنها، وفي وسط ما هو مندمج وبيقول إن هذه البريئة الوديعة لا يمكن أن تقتل، زكي رستم بيضرب بعينه كده لقى صباح بتمص مصاصة وبترفع حواجبها، وده خرج بره الشخصية، ويمين 3 لاجبها من شعرها وخلصوها من ايده بالعافية. زكي رستم اتصاب بفقدان السمع في فيلم الحرام، وكان بيعتمد على شفايف الممثلين عشان يعرف ان ميعاد جملته جه ويقولها، لكن في فيلم اجازة صيف كان موضوع السمع تفاقم عنده جدا ومبقاش سامع اي حاجة. وكمان المخرج سعد عرفة والد شريف عرفة كتب اسم نيلي قبله، فقرر انه كفاية كده واعتزل الفن ولزم بيته. الفيلم كان سنة 1966، وفضل زكي رستم بعيد عن الفن 6 سنين. يصحى الصبح يتمشى هو وكلبه في شارع سليمان باشا، ويرجع يفطر وإذا كان هيلعب بلياردو ويقرأ وخلاص،
حياة انطوائية لوحده ما فيهاش غير خادم مخلص ليه عاشره لمدة 30 سنة. وقبل وفاته مات الكلب بتاعه فزعل عليه جدا، وفضل زكي رستم في عزلته لحد ما مات بأزمة قلبية حادة يوم 15 فبراير سنة 1972. وشيع جثمانه 4 أشخاص فقط، منهم الخادم اللي لازمه طوال رحلة حياته. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.